تحية طيبة للمشاهدين الكرام في هذا البث المباشر من الملعب البلدي بمدينة بركان، حيث نترقب انطلاقة مباراة الفريق البرتقالي النهضة البركانية أمام الاتحاد الرياضي التوروكي. وهناك الإيفواري كوفي كواسي في أول مقابلة له حكيم زياش، وأمام فريق النادي الرياضي المكناسي اللي تلقى هزيمة أخرى في هذا الدورة. انطلقت المقابلة وبالأمس كذلك فريق الفتح تعادل بميدانه امام اتحاد طنجة بهدف ضرب شبكه. حققوا كاس العالم لكره القدم المغربيه بتشيلي لاقل من 20 سنه. هذا وجعني نقول بان الفريق الاتحاد التونسي بمثابه مشل. هذا المدرب امامكم ميمون المختاري، تعتبر سادس مدرب يترك البصمه الكبيره داخل القلعه البركانيه. كره للصادق لكن بعيدة لحسام الصادق عميد المنتخب الوطني أقل من 20 سنة. محمد أيمن صاديل قندوس من جديد، إرسال في العمق، كرة ترقى المهري، مطالبة بلمسة يد ولكن محاصرة قوية من جديد. كرة بركانية من بعض التدخلات صارمة، الإيقاع عالي بدنيا، تخلص مرة قول الله. سلالوم رائع، دخل بالطريقة اللي بغا ورقص يعني رقص الكرة بشكل صحيح، تجاوز 4 لاعبين وسدد بقوة. ريان عبيد يفتتح حصة التهديف للفريق البرتقالي فقط. المدرب معين الشعباني يعطي امدادات اكثر من لاعب. هدف رائع جدا يفتتح به البركانيون حصه التهديف مبكرا. يتطور مستواهم بشكل كبير جدا. كره توروريه في القائم تناسيو، هدف جميل جدا، هدف جميل جدا. وصاحب هذا الهدف هو المهدي اصحابي، لاعب السابق للاولمبيك اسفي اللي القرش المسفيوي ارتقى امام نظرات الحارس. كره في المعترك الصغير، زاويه هدف ثاني نصر الدين مستغفر القادم من شباب بنكرير، يضيف هدف ثاني للفريق الاتحاد الرياضي التوروكي في ظرف 3 دقائق. هدفان متتاليان، يمكن نقول غياب تركيز على المستوى ردة فعل المستوى الدفاعي داخل الفريق البرتقالي. حسب ما شاهدنا على امتداد الدقائق 39 جاء لبركان يلعب بكامل الحظوظ. كل الفرق المعدده بالنزول تريد اقتناص النقاط سواء داخل او خارج الميدان. ضربه خطا بركانيه، منير شويعرف ورق الكره الثابته راسيه، متعه المقابله. هي سلسله من الاهداف الرائعه، هدف من روعه بمكان يوسف ميري ارتقى فوق الجميع. فقط الحارس حسام بولعينين يتابع ولا يصدق ما يتابع. حصلت المدرب ميمون المختاري عودة الفريق البرتقالي بسرعة. الايقاع بهذا الشكل اللي يتطلب امكانيات كبيرة على المستوى البدني. كرة بركانية شعب اطراف، ترويض رائع، دخل في الوسط هاك وهات والله. باسين يعيد الابتسامة للمناصرين البركانيين بهذا الهدف. فيه صناعة بركانية، فيه بصمة بركانية، فيه لمسة، فيه سحر، حلاوة كرة قدم. شوف هذه اللمسات والسرعة والإيقاع، صراحة العلامة الكاملة للفرق البركاني وفرق الاتحاد الرياضي. مقدمين واحدة من المقابلات الأكثر سخاء، ماشي غير في الأهداف. الحكم كيترك الامتياز طالما ليست هناك خشونة.
امتياز لفائده لاعب النهضه البركاني عماد الرياض. في هذا الاثناء حكم مقابل جلال الجيد يرسل اللاعبين لالتقاط الانفاس لمده 15 دقيقه. شوط اول رائع هنا بالملعب بلدي بركان. يمكن الجمهور الذي غاب عن هذا المقابل من في شي المدرجات يشوف 5 اهداف في الشوط الاول يمكن يتاسف انه كان يجي يتابع المقابله، لان المقابله في فقط الملعب تختلف بالنسبه عن المقابله مشاهده المقابله عبر شاشه التلفزيون. كره بركانيه من جديد في التصل، البحث عن الشويعري ينطلق، لاعب مهاري محاصر من طرف اللاعب دانيلسون. هناك التنفيذ ياسين البحيري، ياسين وعلى الطاير شويعر. كانت فكره جيده، انما الوصول والالتحاق بالكره من طرف منير شويعر كان متاخر بثواني. كيف سيكون تنفيذ ترى؟ نطرح التساؤل. بعيده بسنتيمترات على الزاويه 90 اليمنى من مرمى الحارس نيتي. يونس الدحماني امامكم يتحسر بعد سددت مركزه ولكن عالت. صراحه توصى القبعه للفريقين بهذا المستوى. حلاوه الكونترول، واحد السلاسه وواحد الانسيابيه. كونترول كاين تسديد، التقطير الاخير لم يكن موفقا. عنده امكانات اللاعب شويعر، صراحه عنده امكانات مهمه. يمكن في القادم من الدور القادم السنوات سيكون افضل بكثير. تسديده من جديد قويه وضغط رهيب للفريق الحضري التونسي امام سمه الفريق البرتقالي. مقابله يمكن نقول دابت فيها الفوارق. صحيح الفريق البركاني يستقبل بميدانه امام مناصره، ولكن الاتحاد التونسي يلعب بدون مركب رقص بحس هجومي. الكره مره هنا ومره هناك مفتوحه على الجميع. تتريد لي ترسم خارطه الطريق لنجوم صاعده في مدى كونتر اتاكي مرور، ولكن من جديد خطوره قائمه. انطلاقه ولكن خطا تدخل يوسف مهري. هذا وجهني نقول في الشوط الاول انه لما تحدثت العبيد الذي غادر ارضيه الملعب حسام الصادق قلت بانه الفريق يتريث لرسم خارطه الطريق للاعبيه للاستفاده على المستوى الاحترافي وعلى المستوى المادي سواء للاعب او للفريق. زياده قويه المهدي اصحابي يرسل قذيفه داخل مرمى الحارس نيتي. الهدف الثاني لهذا اللاعب هدف رائع جدا. كره مؤطره بشكل صحيح، كانت متابعه للحارس. الأعمدة الثلاث للمرمى لأنه لأخذ تجربة فيما بحث موطن الفريق البركاني لا الوصول لمرمى الحارس بولعيناني مرور، ولكن هناك اللاعب المهدي الإصحابي من جديد خطورة متواصلة. الحكم يقود الخطأ، الحكم يقود الخطأ لفائدة اللاعب البديل الذي دخل منذ حين اللاعب المقابل. ضربة خطأ جانبية بعيدة نسبيا عن مرمى الحارس بولعينين حسام. مرابط يسدد بقوة. ماذا سيفعل من جديد؟ الكرة البركانية البحث على الإرسال. عملت 1-2 تسديدو شيء لا يصدق، شيء رائع. حلاوة كرة قدم، أهداف من كوكب آخر، أرجل من ذهب بجرأة يمكن نقول زائدة. هدف من الروعة بمكان، هدف في الزاوية 90 اليمنى من مرمى الحارس حسام بولعينين. لاعبون النهضة الرياضية البركانية كونتر اتاك للفريق البرتقالي. في هذا الأثناء حكم المقابلة جلال الجيد يعلن عن نهاية مقابلة الفيستيفال. يمكن نقول مقابلة الفيستيفال. 7 أهداف، متعة كبيرة وإيقاع عالي جدا.